لو محتارة بقى تتغدي ايه النهاردة، تعالي بقى نعمل مع بعض وصفة كده سهلة وبسيطة والمكونات كلها موجودة عندنا في البيت. معانا الحلة بتاعتنا على النار، هننزل فيها بمعلقة من السمنة ومعلقة من الزيت. معانا هنا صدر فرخة مقطعينه كده مكعبات او اي قطع فراخ تكون موجودة عندك. هنبتدي بقى نحمرها كده، هنقلبها على الجنبين لحد ما تحمر معانا وتاخد لون، وده شكلها معانا كده لما احمرت. هنبتدي بقى نطلعها كده من الحلة. بعد كده بقى في نفس الحلة بتاعتنا معانا مكرونة، اي نوع مكرونة بتفضليه. انا هنا حطيت مكرونة اللي هي الاقلام، وحطيت اللي هي المرمرية. هنقلبهم بقى شوية كده عشان تحمر معانا وتاخد اللون اللي هو الذهبي ده. بعد كده هننزل بالشعرية. دي بقى يا جماعة المكرونة اللي بتتعمل في الافراح، كلنا طبعا عارفينها. هنبتدي بقى نحمرهم كده مع بعض. انا ضفت الشعرية بعد المكرونة لان الشعرية مش بتاخد سوا زي المكرونة. بعد كده معانا بقى قرن فلفل حامي كده مقطعينه، هنقلبه مع المكرونة. بعدين هننزل بشرايح من الطماطم، ونسيت اقول لكم انا كنت حاطه مع الفلفل كده فصين من الثوم كنت مقطعاهم برضو. بعد كده هننزل بمعلقه من الصلصه، ولو مش موجوده عندك حطي عصير طماطم بس دلوقتي علشان الطماطم طبعا زي ما احنا عارفين غاليه، فانا حطيت بقى معلقه صلصه كده مع عصير الطماطم. هنقلبهم وتبقى معانا بالشكل ده. بعد كده طبعا هننزل بالملح وفلفل وننزل بالميه. المية عندنا هنا مش هتبقى كتيرة زي الرز كده بالظبط، يعني مقدار عقلة بس بتعقلة صباع. يبقى المية بس على وش المكرونة حاجة بسيطة عشان المكرونة تطلع معانا مفلفلة ومش متبقاش معجنة بالشكل ده. هنسيبها بقى لحد ما تتشرب كده. وهنا بقى كانت بدأت تتشرب المكرونة بتاعتنا وتبقبق كده، نزلنا بقى بصدور الفراخ اللي احنا محمرينها دي على المكرونة كده. وبعد كده بقى هنهدي عليها النار عشان تتلدم معانا ونغطيها زي ما احنا شايفين كده. هتدوقي بقى احلى مكرونة واحلى وصفة سهلة وبسيطة ووصفة اقتصادية، كل حاجة في حلة واحدة. مش هتحتاري والله، الايام دي بقينا بنحتار على الاكل كل يوم، فدي وصفة سهلة وبسيطة والولاد هيحبوها. والمكونات بتاعتها هتبقى موجودة عندك ان شاء الله في البيت. هنا المكرونة بتاعتنا كده استوت زي ما احنا شايفين، المكرونة معانا مفلفلة ومفرفرة ازاي، مش معجنة ولا حاجة، والفراخ معانا جميلة. وجبة لذيذة وسهلة هتعجبك ان شاء الله، جربيها. وان عجبتك الوصفة ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على خير ان شاء الله.